أهلا بيكم في قناة حجر المعرفة. النهاردة هنتكلم عن سامح حسين. ولد سامح حسين في 16 من ديسمبر عام 1975 في القليوبية في شبرا الخيمة، مسلم الديانة. عاش سامح حسين حياة شاقة وصعبة، وكان يعمل منذ الصغر. له أخ وأخت، وتوفى أخوه في سن 19 عام غرقا، وله أخوات آخرون من الزوجة الثانية لوالده. ودرس سامح حسين في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وحصل على دبلومة في القانون الجنائي. وفي نفس الوقت كان بيدرس في كلية الآداب قسم مسرح شعبة إخراج وتمثيل بجامعة حلوان، كما تخرج من مركز الإبداع بدار الأوبرا. واشتهر سامح حسين بخفة ظله وقدرته المدهشة على رسم البسمة على وجوه المشاهدين، وعمل كمساعد مخرج لسنوات طويلة بحثا عن فرصة في التمثيل. فكان أول ظهور له في فيلم الحكاية دول حكاية للفنان راغب علامة عام 1999، وقام بدور طارق صديق أحمد. وكانت نقطة انطلاقه في المسلسل المصري راجل وست ستات، بطولة الفنان المصري أشرف عبد الباقي اللي قام بدور عادل. وقام سامح حسين بدور رمزي ابن عم عادل الشاب الغبي الساذج، واشتهر في هذا العمل بجملة دول حبيبي. وأصبح سامح حسين من النجوم الأساسيين في نجاح المسلسل، وقام بدور بطولة له في مسلسل عبودة ماركة مسجلة، وقام بأول بطولة له في مسلسل عبودة ماركة مسجلة، وبعديه اللص والكتاب. وكان سامح حسين بيهتم بالطفل، فأسس شركة إنتاج فني قدم من خلالها مسلسله الكرتوني المحبوب والمشهور القبطان عزوز. وكان أول بطولاته الفنية في فيلم 30 فبراير. لو عجبك الفيديو ياريت تشاركونا في الكومنتات الفيلم أو المسلسل المفضل ليكوا لسامح حسين، ومتنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات أكتر عن السينما المصرية والعربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.